غيشك ان بوجمعه كيكذب عليه وطلب من الرئيس باش يقتلو. في هاد اللحظه غيلتحق محمد عبابو اللي كان قائد المجموعه الثانيه في الجهه الشماليه، ودخل في نقاش مع الاخ ديالو الكولونيل محمد عبابو، وناقشوا امور الرهائن وتشكيل مجلس الثوره. وفي نهايه هذا النقاش غيطلب عبابو من الاخ ديالو يبقى في القصر باش يشرف على العمليه ويواصل البحث عن الملك، وغيخلي معاه 3 ديال الكوموندوات. اما عبابو فغيركب السياره ديالو وغيامر الرجال ديالو يركبوا الشاحنات باش يتوجهوا للرباط، ودا معاه الجنرال طربا. وغينطلق عبابو موراه القافله ديالو متوجهين للرباط باش يسيطروا على القياده العليا وعلى الاذاعه والتلفزه واحتلال وزاره الداخليه، مخلين موراهم في قصر السخيرات مجزره اللي خلفت العديد من الجرحى والقتلى. وملي وصلت القافله للرباط غيوزع عبابو المهام